السلام عليكم. اليوم انا جبت لكم هذا الطبق ديال البطاطا محلوه مع الدجاج. هذا الطبق هذا بكثرة ما هو بسيط، ولكن البطاطا هي اللي مهمه. البطاطا لانها كتحتوي على فيتامينات وعلى املاح معدنيه وعلى مضادات اكسده اللي هي مهمه بزاف لوليداتنا ولينا حنايا، وغادي نستغلوها مادام انها عندها غير واحد الوقت معين، ما كتجيش هي دائما، ما كتكونش العام كله. خصنا نستغلوها وغادي نعرفوا القيمه ديالها، انها كتحتوي على الفيتامينات بحال فيتامين ا، فيتامين سي. ومني كنقولوا فيتامين ا راه كنقولوا العينين، كنقولوا البشره، كنقولوا بزاف د الحاجات. ملي كان مضادات الاكسده ومنها الاملاح المعدنيه بحال المغنيسيوم، بحال بزاف ديال المعادن. خصنا نستغلوا هاد البطاطا هادي وناكلوها في هاد الوقت هذا. واليوم راني جبت لكم هذا الطبق هذا بهاد الطريقه هادي، كيجي لذيذ بزاف، كيجي محمط وعلى الطريقه ديال الحوت. غادي تجربوه وغادي تكتبوا لي في لي كومونتير اللي زينته هنايا بالزيتون، وكيجي ما بين حموضه وما بين حلاوه. هاد البطاطا هادي كيستافدوا منها اللي عندهم فقر الدم، اللي هي اكثر من الصبانخ. حنا اللي كنمشيو نتخطفوا على داك الصبانخ، البطاطا الحلوه فيها بزاف ديال الحديد ومزيانه بزاف للاطفال، مزيانه للكبار، مزيانه والامراض السكري. ما كتطلعش السكر الا طابت بهذه الطريقه هذه، غير ما تكونش طيبه مشويه في الفران، لان الا تشوات في الفران كتبقى فيها غير السكريات. وإلا طابت غير في المرقه او لا مسلوقه ما كتبقى مفيده بزاف للمرضى السكري والحميه. هي راه كتنقص من الوزن، ماشي بحال البطاطا العاديه. وفي هذا الموسم هذا خصنا نستغلوا هذه البطاطا هذه وناكلوها بزاف ونعطيوها لوليداتنا. وغادي نبداو على بركه الله. وفي واحد الاناء غادي ندير واحد 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس، وغادي ندير واحد 4 الفصوص ديال الثومه والحامض المصير، شويه ديال الحامض المصير. انا غادي نطيبها بحال الشرموله ديال الحوت، كتجي لذيذه بزاف. هنايا درت معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه ديال الخرقوم البلدي لانه صحي، وعاد زدت عليهم معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال السودانيه الحار، انا ما درتش البزار، درت فيها غير الحار، ومعلقه كبيره ديال التحميره او بابريكا هنايا. وغادي نزيد واحد نص حامضه اللي غادي نعصرها مزيان. هاد المزيج هذا ما بين حلاوه وحموضه كيعطينا واحد المذاق رائع بزاف. وانتم غادي تشوفوا هاد البطاطا هادي، انا كانت عطاتها ليا طبيبه ديال التغذيه. الطبيبه ديال التغذيه عطاتني هاد الاكله هادي اللي كنت كنبدل بها مع الاكلات الاخرين ديال الريجيم، وكانت كتعجبني بزاف وبقيت مداومه عليها. غادي نزيد واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون. هذه كنطيب هاد الدجاج هذا. ما غادي ندير غير واحد نص كاس ديال الماء، ما نكثرش فيه الماء، غادي طيب بلا ماء. وكطيب غير 3 المعالق، ماشي بزاف ديال الزيت، اللي يمكن ياكلوها الرياضيين، ياكلوها المرضى، ياكلها اي واحد. غادي نحاول باش نطلق هذيك الخلطه هذيك، وغادي نجيب هذاك الدجاج وغادي نمرمدو كله في هذيك الخلطه هذيك حتى يشرب هاد العطريه مزيان. حافظوا باش تاكلوا في هاد الموسم هذا، مادام انها كاينه هاد البطاطا هذه خصنا نستغلوها وخصنا ناكلوها بزاف. وغادي نجيب لكم بزاف ديال الوصفات اللي فيهم هاد البطاطا الحلوه. انا كتعجبني بزاف وكنطيبها بزاف، لانها عارفه هذوك الفوائد اللي فيها. فوائد اللي فيها كثيره 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 بزاف، ماشي بحال البطاطا الاخرى. واخا انها حلوه راه كاين ياكلوها مالين السكر، راه ماشي مشكل، راه يقدروا ياكلوها، ما ياكلوهاش في الفران، شويه في الفران ياكلوها برقه، ياكلوها مع الخضر الاخرى في طاجين، ديروها تزيدوها مع الخضره ديال الطاجين، ديروها مع العدس، ديروها كل هذه كطيب بحال مسلوقه، كتبقى محافظه على الفيتامينات اللي فيها. الناس اللي عندهم الطونسيون راه فيها المغنيسيوم، فيها بوتاسيوم،
وكتهبط هذاك الضغط الدم. هنايا غادي نحاول هذاك البطاطا كلها نمرمدها في هذاك الخليط هذاك ديال الشرموله. كتجي لذيذه هاد الاكله، كتجي لذيذه بزاف. هانتوما غتجربوها وتردوا عليا. من بعد مني خلطت هاد البطاطا هادي، انا طيبتها في طنجره الضغط لاني ما بغيتش نزيد الماء. درت عليها البوطه ونقصتها مزيان باش غير الماء ديال الدجاج طيب فيه البطاطا، وباش نحصل على واحد النكهه تكون لذيذه بزاف، ما نكثروش ليها الماء. من بعد انا حطيت في هاد الطنجره ديال الضغط، رانا غادي نحط البطاطا هي الاولى، وغادي نحط اللحم من فوق منها باش يعطي هذيك اللذه اللي كتلذذ هذاك الطبق هذاك. هاد البطاطا هادي راه زوينه، بداو ديروها حتى في الكسكسو، ديروها في اي طبق تديروه فيه الخضره. هاد الايام هادي حاولوا تزيدوا هذيك البطاطا وحده ولا جوج، راه كتجي لذيذه بزاف. وحتى الدراري الصغار بقاو تعطيوها لهم مع الصوبه، عطيوهم هاد البطاطا لانها هي كتمنع هذاك فقر الدم، نظرا لانها تحتوي على فيتامين سي وعلى الحديد وعلى واحد المجموعه ديال الفيتامينات وانتي اوكسيدون، بزاف ديال الحاجات اللي مهمين فيها. هنايا انا زدت داكشي اللي تبقى، وزدت هاد المزيودات ديال الحار، اللي بغا يديرهم يديرهم واللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش. ومن بعد هذا هو فاش غادي يطيب هاد البطاطا وهاد الدجاج. انا سديت عليهم ولكن نقصت العافيه بزاف، نقصتها دغيا كيطيب وكتطلق اللحم، تيطلق الماء ديالو، والبطاطا كتطلق الماء ديالها، وكيطيبوا وكيجيو هما هادوك. ما تحتاجوش كاع تزيدوا الماء نهائيا، غير نقصوا البوط. من بعد ها نتوما شوفوا مني طاب، ها هو كاين المرق زايد. هنايا زدت واحد المعلقه ديال المطيشه ديال المركزه باش تعطيني شويه ديال اللون، وتعطيني في نفس الوقت واحد طلبق هذيك المرقه ما تخليهاش جاريه. ومن بعد رديتها شويه كتسخن باش تعاود تطلبق. وهذا هو الطبق النهائي، والى اللقاء وشكرا.